السلام عليكم. المنتخب المغربي وأداءه في بطولة أفريقيا. اليوم تعادل أمام مالي 1-1، وكان التعادل بمثابة خسارة. طبعا المنتخب المغربي أنا من وجهة نظري أشوف أداء متراجع، وهناك كثير سلبيات في المنتخب. معروف أن الكرة المغربية في هذه السنوات تشهد تطورا كبيرا، ولكن المنتخب المغربي في هذه البطولة ليس المنتخب المغربي اللي شاهدنا في كأس العالم. هناك للأسف سلبيات كثيرة. يوصلوا لعند الجول ما فيش أهداف، في ضغط، في كذا، لكن ما فيش نتيجة أمام جزر القمر، وأيضا أمام المنتخب المالي. فأعتقد من خلال ما شاهدت المنتخب المغربي لن يذهب إلى نهاية البطولة، ولن يأخذ البطولة بهذا المستوى. وأتمنى توقعاتي أن تكون خاطئة. أنا أرشح مصر، تونس، السنغال، ولكن المنتخب المغربي إذا استمر بهذا الأداء أعتقد لن يستمر في هذه البطولة كثيرا، إلا إذا لعب حكيمي. أعتقد حكيمي سيغير من المنتخب، وهم محتاجين حكيمي وخاصة في هذه المباريات. وبالتوفيق للمنتخب المغربي، ولكن الأمانة أنا متفاجئ من أدائهم متراجع حتى لو فازوا في المباراة الأخيرة. حبايبي المغاربة، وإلى اللقاء.